يا حياكم الله يا شباب. وصلت هالمطعم الطيب الحلو ما شاء الله، ديكوراته طيبة، بس مجرد اني شفت زحمة وقفت عنده. حاليا الساعة 2 ونص، وطلبت غدا. قلت له اكثر شيء ينطلب عندك، قال راح اجيب لك اياه. لك انت؟ قلت له قال خلاص. بس هو مطعم اسمه معتز، عاد شنو بيقدم ما ادري. السلام ورحمة الله. ايش بيقدم هو ما ادري، هني الحكي. وان شاء الله هناك دتشة. ها شوفوا ايس من الصحن وعطاها. عموما نشوف الاكل ان شاء الله ويصير كل خير. جاب لي هذا، قبله جاب لي سليق يوم شفته ما قدرت اكل منه. ابيض وكنا فوقه حليب والدجاج مخلوط، ما شلون صاير. هو حلو ان شاء الله، ما حلو، بس ان انا قلت له ما في مانع، بدفع فلوسه بس ما به. شنو احلى شيء عندك؟ هو جايب لي الله يرحم لي والديه، ما قصر يعني، جايب لي شيء حلو يعني من السليق هذا، بس انا ما حبيته. شنو عندك حبيبي احسن شيء؟ قال عندي المضغوط، فجاب لي مضغوط. ناكل ونعطيكم التقييم بالضبط. اسعد الله صباحكم بكل خير. ما ودي ارفع صوتي يا شباب لان الناس نايمين. الساعة الحين 4:30 الفجر. صليت ولله الحمد، ضبيت اغراضي الى جهة راح تشوفونها وياي. خلوكم معي، ترقبوا الاحداث اول باول وراح تستمتعون باذن الله. ليتس جو، يلا. ورا معلم، ها ورا. لا عادي، في مجال ورا. انا بتشيك على ماي السيارة. عادة شباب الواحد قبل لا يحرك هو واثق ان شاء الله بسيارته، بس هذا حديث ما نوثق فيه الا اذا كانت هذا 2025 او 2024. شو تسوي؟ ارفع. عطني اول شيء شو تسوي فيه؟ بطل هذا، شيك الماي مرتفع ناقص. هذه هي شباب، الماي تمام، الامور طيبه. وكان يخر مني، بدلت الغطاء، شريته اصلي وكاله 30 ريال. الامور طيبه الحمد لله. الحين جو هيد، نتوكل على الله. هذا لازم يتثبت زين عشان لا يطلع صوت. وخر، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نقرا دعاء السفر ونتوكل على الله. الجنطة الامور تمام، اهم شيء الفوطة. ها عاجبكم؟ ها الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء. Attention please. Final call for Kuwait Airways flight. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا من هذا المكان الجميل بما ladies and gentlemen، حياكم الله. ladies and gentlemen
ويلكم باك، حياكم الله واهلا وسهلا بكم على متن هذه المقطورة متجهين الى جهة ان شاء الله راح تشوفونها تستمتعون فيها ان شاء الله. وهو تجربة جديدة وانا احب التجارب للامانة. والساعة تشير الى 5 إلا، طبعا ما في 5 إلا باللغة العربية، لا لغتنا 5 إلا لهجتنا أقصد. الساعة 5 إلا يا شباب، 5 إلا ثلث. طالع متوكل على الله بإذن الله. أنا أحب الأوقات هذه أطلع فيها. ليش؟ أنا قايل لكم من زمان أحب أطلع بالأوقات هذه. ليش؟ لأن ما في زحمة وصخة والجو يكون يدوبه توه يبلش. فمتوكل على الله بإذن الله، وخلوكم معاي بهالتغطية الجميلة. أنا رايح الحين بعبي بنزين بشرب لي قهوة، توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا شباب. توني حاليا اعتبر نفسي اني انا طلعت برا الطايف، عبيت بنزين ضبطت اموري ولله الحمد. امامك تقاطع خطر، خلينا نهدى شوية يا شباب، ما خلق خطر على الصبح. ماكو شيء، الامور طيبة والحمد لله، الامور طيبة يا شباب. وانا طالع قبل شوي من محطة البنزين، للأمانة لف علي صاحب تريلا لفة قوية والله العظيم يا شباب، بغيت ادش بالصبة. لف علي لفة قوية، ما ادري ما شافني او شغله. المهم علقت الهرن عليه، زين انه في دورية وراي، انا ما ادري انه في دورية، كانت تمشي. كان يشغل هذا واسمع يقول اصفط يمين اصفط يمين حق رايت تريلا. جيت بوقف انا، قال لي لا توكل على الله، امشي. قلت يلا مشيت. الحمد لله انها صارت كذي. يعني تبتدي يومك كذي ينبعص يومك صراحة. احنا متوكلين على الله، وراح تشوفون ان شاء الله باذن الله التغطية اللي قدام، راح تشوفون شنو اللي المناطق اللي انا بجيها والمدن اللي راح ازورها. شباب بدت صعوبة الخط وياي الحين، كيرفات، صعود، منحدرات، دخول بين جبال، يعني قام الخط يصعب شوي وكله صعود. والضغط انا اتضايق من الضغط اللي بالطياره، فما بالك بين الجبال. تتسكر اذنك، تحس ان انت تسولف مع نفسك بروحك، ما شو صار. متوكلين على الله. ما شاء الله في ناس يمر، اتوقع يوميا مر على هالخط، يمر يمشي مليون عادي. هلا بالشباب، حياكم الله. شباب ولا مطبخ
اوتش اوتش. ليش؟ هذه الثانية بعد. شو اخباركم؟ طيبين شباب. انا بدلت الزيت لما سافرت الرياض قبل لا اسافر الى المدينة المنورة، وهذا مشيت على الزيت فوق 5000 كيلو. توها تطلع لي هالرسالة، يقول لك انجينير اويل تشينج سون، يعني حرك بدل زيت المحرك بسرعة. قلت له حاضر ولا يهمك. اقرب مدينة الي يعني اتوقع 100 كيلو، يقولوا 100 كيلو. واقف وبدل دهن الجير، دهن الماكينة، وبعدها نتوكل على الله. نسيت والله، تصدقون يا شباب نسيت. اعطاني الارم قبل شوية تنبيه، يقول بعد يعني اقرب وقت. اقول له على خشمي حاضر ولا يهمك. خلنا ننتبه للخط يا شباب عشان لا زادت اللفات يمين يسار فوق تحت، كل شيء كل شيء. شباب انا ما قدرت اصور، ليش؟ لان لفات حيل لفات قوية، لفات يمين يسار، تلف من ورا جبال، من بين جبال، دش. فما اقدر اصور، لازم اكون منتبه. كاميرات الخط، واذني مسكرة، كل شوي قاعد انفخ. تحولت الى ضب يا شباب. لفات يا شباب مثل شوف عينكم، شوف ادش بين جبال. طبعا للحين ما عرفتوا المنطقة. ها لا تغشوا من اللوحة. ولازم اشوف لي محطة بنزين علشان ابدل الزيت. لازم دهن وفلتر، بس ما ادري عندهم الدهن والفلتر ولا لا. لان السيارات السبورت لازم يكون الدهن لزوجة معينة، اغلب السيارات مو الا السبورت لزوجة معينة. ليش؟ علشان لا تسمع صوت تكتكة بالماكينة اللي هي التكايات هذه. لان اذا لزوجته منخفضة يعني ما في لزوجة قوية، راح تسمع صوت التكايات. انا ما ابي هالشغله، ابي دهن الوكاله. شوفوا المناظر يا شباب، شوفوا المناظر، مناظر حلوه صراحه. بس انا مو قاعد اسمع ترى قاعد اسولف، ما ادري ايش اللي قاعد يصير برا، اذني تسكرت. والسياره ادوس بنزين، الضغط يدش يوصل لي 3 ونص، كانك تمشي على الراحه. شوفوا ترى انا دايس الحين، حدي 80 ما تقدر. ما ادري في قانون جاذبية، في شيء ما ادري. نوصل ان شاء الله عند محطة بنزين واقعد اسولف وياهم. كيف الحال ما تنظروا دمعة سالة، لا هم بدنيا ولا هم مال، لا هم بدنيا ولا هم مال، ما حد مهلت على ماله. اهلا يا شباب، وقفت هني في نفس المطل، ما مطل فوق هذا، ما راح اقول لكم شنو الموقع. هني مطل يعني، بس هذا خطر والله، خطر يعني، خطر على الاطفال يعني. بس
للحين ما لقيت ولا محطة بنزين، بس احصل بس محطة عشان ابدل الدهن والفلتر. رموها في ذراع إنسان وقالوا سوف ينسى فراحا في جوى الأحزان تنادي الليل ذكرى وقامت تذكر الأيام وغار الشوق تصنع هذه أول منطقة أدشها، منطقة جبلية مرتفعة حيل اسمها العطاوية، ألف لام ألف طاء ألف واو يا تاء مربوطة، العطاوية. أو النطق مني غلط يمكن، صلحوا لي ممكن. قاعد أدور محطات، أدور محلات. الساعة 7 الحين، أتوقع الكل مسكر لأن أنا ببدل دهن وفلتر الماكينة اللي يسمونه الزيت شو يسمونه الفلتر اللي يركب تحت مع المهم اللي هو وقاعد افتر بالمنطقة داش. اذا ما لقيت مجبور اكمل، شو اسوي؟ لا حول ولا قوة. مؤشرات السيارة الامور طيبة ماكو شيء، بس طلعت لي هالعلامة لان انا فعلا مشيت فوق ال 5000 كيلو، طفت ال 5000 كيلو. سافرت على السيارة مرتين ورجعت الكويت، وسافرت هذه السفرة الثالثة، واقل سفرة 1000 كيلو، اقل سفرة. فاكيد انه لازم ابدل دهن الفلتر. قرية الوحدة أين سنذهب؟ خلنا نشوف قدام، إذا لقينا بلغتكم. شباب وصلت عند هالمحل، إن شاء الله أحصل الدهن اللي أنا أبيه. أين أنت يا صديقنا؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ شيخ طيب؟ عز الله مقامك يا حبيبي، كيف حالك؟ طيب. في دهن للسيارة؟ دهن زيت ايه. شنو الزيت؟ ابي موتور كرافت. معانا زيت موتور كرافت، وفي هذا الفلتر. والفلتر لا والله ما فيه، رحنا ملح. هلا مرحبا، الله يحييك، شلون؟ هلا عز الله مقامك، كيف حالك؟ وين احصله يا اخوي؟ ابي فلتر وزيت. والفلتر وين احصله؟ وين؟ هذا شو اسم المنطقة هذه؟ المنطقة شو اسمها؟ الرهوة في الباحة. اي زين، وين المعجم هذا؟ وين؟ في بناشر قدام على اليمين. اي يلا الله يعطيكم العافية. طلعت في منطقة الباحة، في منطقة اسمها الرهوة. يقول انت في الباحة في منطقة الرهوة. وين؟ زين قال روح قدام. اي كذا بنشر تلقى عندهم ان شاء الله السيفون. زين لقينا السيفون، ان شاء الله نلقى ان شاء الله باذن الله. صورتني كاميرا قبل شويه يا شباب وانا امشي 100 ما ادري 110، طلعت سرعه الشارع 90. ما في فكه من الكاميرات، تنتبه ولا ما تنتبه، صايدينك. وصلنا عند هالمحل يا شباب في منطقة الرهوة صح؟ أو الرهوة ايه. حصلنا دهن الوكالة
الحمد لله حصلته. باقي الفلتر. ايه وين؟ خلينا نجيب لنا الفلتر قبل كل شيء. زين اني حصلته. ايوه 100%. بس ليش كرتونه صغير؟ هذاك اكبر شوي. نفسه 2133. انا شاريه من الكويت بس بتاكد من الرقم هو نفسه ولا لا. شباب تاكدت من رقم الفلتر تمام 100%. حتى الرقم هذا اللي تحت FL 2133 NU 2Z شخطة 6731 شخطة KA. نفسه بالضبط اللي كان بالكويت، اللي شريته من الكويت من وكالة الغانم اللي بالكويت. فنتأكد منه بعد. اللي لونه أبيض عدل هذا الأبيض، هذا هو بالضبط. لحظة. اوكي HP هذا هو تمام 100%. هذا هو الحمد لله لقيت حصلته. الحين نبدل دهن السيارة والفلتر ونكمل طريقنا. أوريكم الجهة اللي أنا رايح لها إن شاء الله. هذه 6 علب، كل علبة لتر، وهذه 7. سيارة 50 8 سلندر. صار عندي لبس كم علبة تكفي. قلت له عب 7 علب بعدين قيس هذا العيار. صح ولا لا يا العود؟ كفو والله. سعيد هذا سعيد شركة الإبداعات الحديثة لصيانة السيارات، شخص محترم. أول ما شافني ويرحب ويهلي. الله يرحم والديك. خلنا نخلص ونرجع لكم إن شاء الله. سوينا بدل الفلتر، طلع الفلتر طيحه وبدل الفلتر بواحد جديد. الحين قاعد يسحب العيار يشوف. خلنا نشوف العيار معاك. ناقص شنو؟ ناقص علبة. نص علبة. يلا وين وصل؟ الحين اموره طيبة صح؟ ايوه خلاص. الله يعطيك العافية. عبينا نص علبة يا شباب، خذ 7 لتر ونص، مع ان السيارة 8 سلندر يعني المفروض 8 لتر. انا ناسي كم عبيت اخر مرة، ناسي. مرة ثانية بحطها بالملاحظات، لما رد الكويت راح اسأل الوكالة واحطها بالملاحظات. الحين عبينا، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هذه لازم تنشال عن طريق لحظة، عن طريق السيتنج هني. راح الحين اسويها وارد لكم خبر شلون الطريقة. في لها طريقة معينة اذكرها، ان انت تشيلها عن طريق السيتنج اللي هني. اما بالازرة هذه ريست ما ريست السوالف هذه. اي بشوف، خلنا نشوف وين كلمة ريست هني. منيو ماب راديو ميديا، ماكو ريست هني. اتوقع عن طريق الازرة داخل. الحين راح اشيك عليها. شباب دشينا منطقة الباحة، منطقة حلوة يا شباب، صغيرة كذي ملمومة حلوة. المحافظات هذه اللي الرهوة ومش عارف ايش، هذه كلها تتبع الباحة على حسب ما فهمت. حاليا متوجه الى منطقة حلوة اشوف لها تصوير، وهذا اسمها بالجرشي. بالجرشي
توكل على الله. بس نشوف تمهل منعطف خطر يا جماعة، شيء مو طبيعي. يمين يسار يمين يسار يمين يسار، ما توقف، ما في زيادة، ما في يعني. إذا وصلت 100 أتحداك بالسرعة، حدك 100. إذا أنت ذابح نفسك وأنت درفت اسكت 110 ها بس. طبعا شوفوا ما شاء الله بيوتهم فوق. أتوقع هذه باردة حيل المنطقة، مع أن درجة الحرارة الحين الساعة 8:30 الصبح، درجة الحرارة الحين 29 30 كذا. دافي الجو، يعتبر دافي يعني مو بارد، بس تقعد تحت ظلال اي اوكي امورك طيبة، بس تحت الشمس لا بارد حار. اسف. التصوير ما ينفع. ليش؟ لأن الواحد لازم ينتبه، لازم تنتبه. هني خطوط مو حيلا، ما هي غشمرة، لازم تنتبه بالخط، وكاميرات وحزام امان وتليفون، فلازم الواحد يكون منتبه. فالاغلب تشوفهم بالشوارع كلهم منتبهين، يعني ما في احد فاهم. يمكن تلقى لك واحد اثنين، بس الاغلب انه لا سيده. ايوه السلام عليكم. ايوه بدينا بالمرتفعات الحين. شباب في بعض الشوارع يكون فيها انحدار، زين. فانت شو تسوي؟ انت مطمن يعني تشيل رجلك من الدعسه والسياره تروح وياك. طبعا العداد يرتفع وياك من 80 الى 90 الى 100 الى 110. نهايه الانحدار هذا خاشين لك على اليمين كامل، يلا اخذ. انا لحد الحين طقيت لي 2 وكله من هالحركه، يعني تحس اللي حط الكاميرا متعمد الشيء هذا. الحين بدينا بالارتفاع وردت الاذني تسكر مره ثانيه. صادفت راعي الموسك هذا الازرق. إيه قال لي وين بتروح؟ قلت انا بروح لابها. قال انا رايح لابها ولازم اعزمك. الله يرحم والديك مني وما مني. قال لي لا لازم. قلت ان شاء الله بابها، وخذ رقمي وكاو يدق علي الحين. انا ارد عليه. هذا الشخص اسمه يزن العسيري، والله والنعم فيه. يلزم يقول لازم اغديك، ما اغديك. قلت الله يرحم لي والديك. انا المشكله مرتبط مع ناس بابها موجودين قدامي، ناس من ربع، بس خلها اثبت التليفون. وباذن الله نتواجه انا ويزن ان شاء الله هناك. قاعد يقول لي انا اخاف منكم الكويتيين. شنو على سيارتك؟ قلت ما عليها شيء. كان يقول لي انا هوائيات. قلت عيل انت اللي نخاف منك مو بس انا. ما شاء الله عليه ما شاء الله. هذا هو بداية سيارته، اتوقع 2014 نفسي.
صوت الموستنج مال يزن تمام حلو، عجبني صوته احسن من صوت الموستنج مالي. مركب اكس بايد هيدرز امريكان ريسنج ودبات روش قوي ما شاء الله عليه، صوته قوي. انا ترى مو مركب شيء، انا هيدرز وكاله ودبات اللي مركبهم ماجنا فلو العاديين هذول، بعد مو ماجنا فلو عادي نفس مستوى ماجنا فلو يعني عادي، بحيث انه ما يكون مزعج حيل. بس هذا اللي مركبه يزن ما شاء الله يعني صوته طرب، صوته طرب. بس يعني عندنا بالكويت ينسحب، لا تقول يا حبيبي ينسحب سحب، فما شاء الله عليه عز الله. وموتره ما شاء الله عليه نظيف، بين عليه نظيف، داخليته باللون الاسود. ترى ما ينفع مع اللون الازرق البيبسي هذا الا الداخليه اللي لونها ازرق اسود عفوا، ما شاء الله عليه. بس ودي ان نركب ديفيوزر، بين عليه مو مركب ديفيوزر تبين يعني مخرجين. ما شاء الله مو ناقصه شيء ما شاء الله عليه. وعنده ال LED على الجنب، المفروض نركب اللي ورا التاير الخلفي، المفروض انه نركب. خلينا نقرب الكاميرا شوي عشان نشوفها. بس ضد الشمس لانه ماشيين عكس الشمس، ماشيين عكس الشمس فما راح يبين معانا. اقول لكم يعني عنده بعض اللمسات لو يسويها تطلع ما شاء الله، يطلع الموتور جبار، صوته عجيب ما شاء الله عليه، عجبني ما شاء الله تبارك الله. الراوش على الاكس بايد والهيدرز امريكان ريسنج قوي قوي قوي. ممكن وصلنا الى اخطر طريق من محافظة بلجرشي نزول، او ما ادري نزول او ارتفاع الى ابها. قاعد امشي على الراحة، نشوف الخط هناك يمين شايفينه. طبعا انت قاعد تمشي بدون بنزين، ربك اللي يستر. عاد هني يحطون لك كاميرات، ما له داعي تحط كاميرات بس. قل شوف الخط اللي فوق يسار، الله يستر. زين دام ان الوضع سايدين يعني اوكي، زين خطين يعني اوكي. الكارثة لا يصير خط واحد. تعال فتش شلون عاد يجي لك واحد من ورا يبي يتجاوز، يلا تعال يقعد يترك لك يبيك تطير. طبعا ضغط السيارة شباب يرتفع عندي حيل، لاني ادوس فيرتفع عندي ل 2.5 3، يوصل 3 مرات، لانه مرتفعات وجاذبية، فالموتر تحس انه ماسك مو راضي يمشي. هني اتوقع الاحسن الجير العادي. انا سيارتي اوتوماتيك ما هي عادي، شوف قدام شنو وصل يزن كاو على اليسار. هذا العود سيارته بريميوم ما شاء الله. يلا لازم ننتبه. انا احس بضغط براسي ما ادري ايش، ضغط جوي او زي انه طلع قدامي يزن. ليش؟ لانه يدل هني يعرف بالديره، انا ما اعرف شيء بالديره. يدل يعني يعرف الخطوط، يعرف المسارات، يعرف يمين يسار، يعرف. ما يعني اول مره تشهد ديره يعني. يا جماعه مناظر حلوه، مناظر جميله صراحه. بس اذا بقى الوضع على كذي زين، انا خايف انه يتطور الوضع يصير خط واحد ويلا تعال العب. يلا خليكم ونرجع لكم ان شاء الله.
بس على الموتر ماكو فايدة. أهم شيء الطلي، شوفوا منظر الطلي، الطبيعة الخلابة، شايفين؟ شباب دشيت منطقة اسمها البشائر أو البشاير بالعامية يعني، لأنه ما في أحد يقول البشائر، هي باللغة العربية مكتوبة البشائر، بس أتوقع أذكاني والله أذكاني خلاص. فأقول لك توني داشها الحين، باقي يمكن 200 وشيء ألعبها. خلوكم معانا الأحداث المتسلسلة. سلام شباب. تم دخولنا إلى منطقة بلقرن أو محافظة بلقرن. حلوة بل، ها؟ باقي يمكن 200 أو أقل من 200 على أبها. متوكلين على الله. هذا الصديق الصدوق، هذا الشخص المحترم اللي تعرفت عليه بالخط، وقام يعرض طيبة، وهم أهل الطيب وأهل الكرم أساسا. الله يكثر خيرهم ويرحم والديه. كاميرا ثابتة لمراقبة السرعة، الحد الأقصى 120. خلاص زين. المنطقة هذه اللي بالقرن فيها أسامي يعني هجر. اللي لفت انتباهي ان اغلب الاسامي عربية بحتة، آل سلمة، آل يزيد، آل عمران، في كذا اسامي يعني اسامي قديمة عربية قديمة بحتة. وهذا الرادار شقنا شق. سلام. شوفوا الجبل اللي قدام اللي هناك، شوفوا شكله، الله يذكره بالخير. ذكرني بواحد من ربع ذكرني بصماخ واحد من ربع. يا رب يا حلو والله يا جماعة الخط لازم تكون منتبه، حيل تكون منتبه. سالفة ان انت بتمشي على البركة لا، لان في حيوانات كثير حشرات، قرود، حمير، يجلكم الله. فما تشوفه مو مبينه حتى لو بالنهار. يعني قبل شوي لو يزن ما اعطاني اشاره او خفف قدامي ما دريت انه في عزكم الله حمار حشاكم ولونه ابيض، جحش مميز هذا. فالواحد لازم ينتبه. ناهيك عن القرود كثير هني، كثير بشكل فظيع، صغار كبار شياب، كل الانواع تشوفه. والله نزله طيبه. شوف الحين تمشي امورك طيبه، فجاه تلقى لك كاميرا اخر شيء حاطها لك واحد. دخلنا الحين منطقة تنومة. منطقة تنومة هذه ما قبل أبها. متوكلين على الله، رابطين الأحزمة، مقلعين. اسمع على بركة الريسك. اسمع العود. والله يا محاسن الصدف يا الربع صراحة، يعني تخاويت انا وياه بالطريق، ما في سابق معرفة. وان شاء الله انا معرفة خير. وجه الرجال الطيب مبين، وجه الخيب الله يبعده منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله ما بقى شيء، بقى يمكن 100 كيلو على ابها. نوصل هناك ان شاء الله ونوريكم تغطيات
قاعد يقول لي يزن ان ترى الجو هناك يعني شمس شوي، الشمس حامية. قلت له يا معود شمس ابها ارحم من شمس الكويت او شمس المدينة المنورة او شمس مكة او شمس الرياض او المناطق هذه الجافة. مع ان الكويت ترى مو جافة، يعني الكويت ساحلية، يعني تعتبر على البحر، دولة على البحر. لحظة لا تبادلني النظر، ابعد سوم الهوى عن خافقي. من زمان وانا يذبحني النظر، ياخذني من افراحي ياخذ اللي من افراحي بقي. لحظة لا 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 تبادلني النظر، ابعد سوم الهوى عن خافقي. من زمان وانا يذبحني النظر، ياخذ اللي من افراحي بقي. ياخذ اللي من افراحي بقي. لحظة ايوه شباب دشينا منطقة بالأسمر، منطقة بالأسمر. شباب ترى المسافة من الطايف إلى أبها يمكن 500 كيلو بس الكلام الواحد لا يفكر انه راح يقصها بالساهل يعني انت عادي تقصها ب7 ساعات 8 ساعات عادي، لان الشارع كله طلعات نزلات كيرفات زاهر كاميرات مش عارف ايش، منطقة ورا منطقة، ها ويلا لازم تخفف، يعني مو سنة واحدة، يعني ما هو خط مستقيم يعني سيدة، لا. نشوف شنو المنطقة التالية ونرجع لكم. سلام. باقي يمكن 80 كيلو الى 70 80 كذي على ابها. سبحان الله تغير الجو يا شباب، انا كل ما اصور تطلع لي كاميرا ما ادري ليش. اي خلاص اوكي زين. فباقي 70 كيلو قلنا. والاجواء تغيرت يا شباب، صارت بارده، نزلت درجه الحراره كانت 35 نزلت الى 30 الحين، وبنزول ممكن تنزل اكثر. عموما انا مواعد ناس منطقه ابها، والعسيري كثر الله خيره يحلف ويعزم وما فكني والله، قاعد يقول لي خليك وياي، شوف قاعد يرقص خليه يقرب زين. فقاعد يقول لي لا لازم ما لازم. صدقوني يا جماعه والله العظيم انا ما ارفض الا من ما عندي وقت. هذه واحده. الثانيه انتم سيوف مجربه، يعني ما هو ان انت اذا سويت شيء انا راح يعني لا والله فيكم خير فيكم بركه، والله يكثر خيركم الشعب السعودي المحترم الطيب الشريف، والله العظيم يعني يعجز اللسان عن الكلام فيكم، والله يعطيكم العافيه. والحين الشباب قدام هناك ناطريني وكل شوي قاعد يدقون علي وين وصلت وين دز اللوكيشن. قلت يا جماعه لا احد يدق، خلاص انا جايكم خلاص، انتم اعطيتوني اللوكيشن خلاص انتهى الموضوع، انا راح اجيكم راح اوصل لكم ان شاء الله. فمتوجهين الحين الساعه 11
قاعد اشوف فوق هناك شارع، اقول ايش هالشارع؟ اثاري الطريق هذا اللي بيوديني للشارع هذا اللي فوق. مناظر حلوه وجميله، والله العظيم انهم يرحبون الناس من اي مكان اوقف فيه. يا هلا يا هلا، والله نورتنا بديرتك الثانيه، والعسكر كذلك، والله يكثر خيرهم ويرحم والديهم ويجزاهم خير ان شاء الله. وهذا ما يحتاج ديرتنا الثانيه. لو انا حاسس نفسي غريب يعني ما سافرت لهالديره اساسا. وخلوكم بالانتظار ان شاء الله على ما اوصل هناك، واعطيكم الاخبار 100%. كم يوم راح اقعد، انا ما راح اطول يعني، بقعد يوم يمكن او يومين بالكثير وغصب. وانا ادري شو اللي بيسوونه الشباب قدامي، ما راح يهدوني ادري، ولكن انا برفض، والجايات ان شاء الله اكثر. بس انتظروني وخلوكم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome ladies and gentlemen. نحدثكم من هذه المقطورة بارتفاع نص متر عن الأرض. تم الوصول إلى مدينة أبها. الساعة تشير إلى 12 ظهرا. أنا والصديق يزن العسيري. درجة الحرارة الحين تصل إلى 30 درجة مئوية. خلنا نسلم على صديقنا. الله يكثر خيرك ويرحم والديك. بس توكل على الله. الربع دازين لي اللوكيشن، انا بروح لهم وبنام، والله تعبان. صلى الله عليه وسلم. طول لي عمرك، الله يرحم لي والديك. بالليل ان شاء الله يمكن نتواجه باذن الله. الله يسلمك يا اخوي، الله يرحم لي والديك. وهذا اخونا يزن العسيري، والله والنعم فيك يا يزن، وكثر الله خيرك ورحم الله والديك. موفق خير ان شاء الله. الله يرحم والديك، وان شاء الله الليله نتواجه باذن الله. موفق خير يا غالي. سلامتك يا حبيبي. هلا مرحبا. ايوه الله يوفقه ان شاء الله. خلينا نتوكل على الله ونروح ندخل ابها. احنا دخلنا ابها خلاص يعني 10 دقائق بالضبط احنا موجودين. السلام عليكم. انتظروني قدام. يفترض ان الربع موجودين هنا عازمين هنا، ما ادري وينهم. اتوقع هذه سيارتهم. توكلنا على الله. بسم الله. خوش مطعم هذا، يمدحونه بشكل مو طبيعي. بسم الله.